قيل إنه تريث. وبعد تحرك في كل اتجاه، أعلن الباجي قائد السبسي رئيس الحكومة السابق أعلن رسميا اليوم عن تأسيس حزب أطلق عليه اسم حركة نداء تونس. الإعلان عن ميلاد هذا الحزب الجديد تم في قصر المؤتمرات بالعاصمة وسط انتشار كثيف لقوات الأمن التي تدخلت لتفريق مجموعة من المعارضين لتأسيس هذا الحزب. تجمعوا الأوضاع التي آلت إليها البلاد الاقتصادية منها والسياسية والاجتماعية. يعني يلزمك تعدل السير حسب صعوبة الطريق. كان توحل تنزل الكريثة في الحفرة، يعني اللي يخلصها وحدها، اللي وحدها يخلصها، مش هذا ما ينجمش. كما كان موجود. وعن الأحداث الأخيرة التي عرفتها بلادنا، عبر مؤسس نداء تونس عن دهشته من الأداء الحكومي في تفسير أسبابها واحتواء تبعاتها. كيف الثلاثة الكبار تاع البلاد تاعنا اللي سيروا فينا يجتمعوا ويقفوا وقفة هكا كبيرة ويعملوا إعلان ويركزوا على كونه وقع المس بالمقدسات وكذا وكذا وكذا، أنا الحقيقة نولي نخاف. Thank you.